صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل بقى هعمل لك مربى الحليب علشان تحشي بيها البيتيفور، تحشي بيها البسكوتات، تحشي بيها السابليه بمنتهى السهوله. هنعملها معاكم بطريقه سهله جدا. يلا بينا. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصميات. اتمنى يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك اتمنى تنوروني وتشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيده جدا بيكم. واللي مش عارف يدخل القناه ازاي، هتخش على الصفحه الرئيسيه بتاعه التيك توك، هتلاقي كلمه اليوتيوب، اضغطي عليها هتوصلك للقناه، وقناتي اسمها الوصفه المميزه مع تغريده الصباح. ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا كيلو من الحليب كامل الدسم، سخنته على النار، يعني هو دلوقتي سخن كويس لدرجه قرب يغلي يعني. هننزل عليه بكوبايه ونص من السكر ومعلقه كبيره من الزبده، ومعانا دلوقتي حوالي ربع معلقة من الملح أو رشة ملح. دي يا جماعة ضرورية لازم تحطيها، علشان دي اللي بتعمل الطعم، يعني بتعادل الطعم مع السكر، بتبقى حلوة أوي. ومعايا كوباية كبيرة من الحليب البودرة، ومعايا ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم. وأقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنرفع الكلام ده تاني على النار. بالمناسبة يا جماعة أنا مستخدمة حليب بقري، لو عايزة تستخدمي حليب جاموسي مفيش مشكلة خالص. وهنبدأ نقلبه كده زي ما انت شايفة كده، وهنبدأ نسيبه يغلي. هنحط معلقة طبعا فيه ونسيبه يغلي علشان طبعا ما يفرش على البوتاجاز، وهنسيبه يعيش مع نفسه كده بقى لحد ما يبدأ يقل شوية بشوية كده. لحد كده الموضوع سهل مفيهوش اي افتكاسه خالص. بالمناسبه يا جماعه انا دايما بحشي بالمربى الحليب دي، مش بحشي خالص بمربى اللي هي مربى مشمش ولا مربى تين ولا الكلام ده، لانها بتطري البيتيفور معايا، لكن دي بتبقى طعمها كده جميل جدا. فتقدري تحشي بها بقى البيتيفور، تحشي بها السابليه، اي حاجه عندك ممكن عايزه حابه تحشيها هتحشيها بالمربى دي بصراحه فوق الوصف. واقول لك لو انت عايزه تعملي كراميل هقول لك تعملي ازاي. طيب لو انت عايزه تعملي كراميل يكون سايب كده ما يكونش جامد، هتعملي ايه؟ هتستبعدي الحليب البودره، ما تحطيش حليب بودره خالص، وهيفضل هيبقى كراميل معاكي، ويبقى سايل كده يعني مش هتبقى جامده. طبعا الجامده انت شفتيها في الاخر دي يا جماعه، انا كنت بيتها ليله كامله في التلاجة. في الاول بتبقى كأنها كراميل كده، بتبقى سايبه. لما بتحطيها ليله في التلاجة او 4 5 ساعات كده تبدا تجمد معاكي، تقدري تشكلي بقى بالقمع زي ما انت حابه. شايفين؟ شويه بشويه كده بتحسي ان اللون غمق، واللي طبعا الكثافة بتاع اللبن بتقل فبيقل معاكي. درجة متوسطة كل 5 دقايق تاخديها تقليبة كده. بصراحة أنا لقيت الحلة يعني ايه شوية صغيرين خالص في الحلة فبدأت أغير الحلة معايا، وكمان خفت إن هي تلزق معايا لأنها الحلة طبعا استانلس، فحبيت إن أنا أحطها في جرانيت. وبعد كده زي ما انت شايفة خلاص هي دخلت في السوا، قربت خلاص هطفي عليها. تحسي إن اللون إغماء خالص والكثافة بتاعت اللبن قلت، وتحسي إن هو تقل معاكي شايفين بعد ما برد؟ طبعا دلوقتي يا جماعة هو دلوقتي لسه سخن علشان كده بيبقى طري كده، لكن انا دلوقتي دخلته التلاجة وبقيت ليلة كاملة، وده كان شكله بعد الليلة الكاملة. طبعا انا خدت منه يا جماعة حشيته في البيتي فور، لكن مش هي دي كل الكمية. طيب انا هاخده في القمع دلوقتي علشان اوريكم ان هو بيتشكل، بيبقى شكله تحفة. شايفين؟ تقدري تعملي وردات، تعملي اشكال، وتعمليها في السابليه اللي هو الطرط الصغير ده. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، يعود عليكم الله الأيام كلها بخير وسعادة، وعيد سعيد إن شاء الله عليكم جميعا.